السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي. بعد صدور المواصفات الجديدة بإدراج المسرحية كينج لير في أسئلة الامتحان، فواجب علينا إن احنا نشرحها ونحاول نلمها في فيديو. اسم المسرحية كينج لير، مؤلف المسرحية ويليام شكسبير وهو كاتب إنجليزي. طيب القصة دي هيجي عليها 3 أسئلة مقالي critical thinking، يعني أنت بتعبر بأسلوبك وبرأيك، فما تنزعجش من إن المواصفات نزلت متأخر. النقطة التانية إن الأسئلة ال3 ب1.5 درجة. بتدور أحداث المسرحية حوالين ملك إنجلترا اسمه كينج لير، هو ملك خيالي طبعا. when he becomes old، لما بيصبح كبير في السن، he decides to divide his kingdom، قرر ان هو يقسم المملكة بتاعته between his 3 daughters، ما بين بناته ال3 ريغان، جونريل، كورديليا. ريغان كانت متزوجة من the Duke of Cornwall، أما جونريل فكانت متزوجة من the Duke of Albany. وكلمة دوك ده لقب، زي ما كينج لقب، زي ما برنس لقب. البنت الثالثة اللي اسمها كورديليا ما كانتش متزوجة، لكن كان متقدم لها عريسين، واحد من المملكة the Duke of Burgundy، the Duke of Burgundy، والتاني ملك فرنسا the King of France. ولأن الملك لير كان عايز يقسم المملكة بتاعته بين بناته ال3، حب إن هو يدي أكبر جزء من المملكة بتاعته للبنت اللي بتحبه أكتر، فسأل كل واحدة منهم عن درجة حبها له. جونريل قالت له: يا بابا أنا بحبك أكتر من أي حد، أنا بحبك أكتر من الصحة والثروة. I love you more than wealth and health. أما ريغان فقالت له: حبك يا بابا هو الشيء الوحيد اللي بيخليني سعيدة، ما بحبش حد في الكون ده قدك. ولما جه الدور على كورديليا قالت له: يا بابا أنا مش هقدر أعبر عن حبي بالكلام، ما أقدرش put my feelings into words، ما أقدرش أحط مشاعري في كلمات، أنا بحبك as a father، كأب. ولأن الملك لير كان أفول، كان مغفل وأهبل، حب إن هو يتخلص من بنته ويعاقبها لأن هي مرضيتش تعبر عن حبها له، فأرسل إلى the Duke of Burgundy و the King of France وقال لهم الاتنين: تعالوا بقى انتوا الاتنين، انتوا العروسين المتقدمين لبنتي، هتعملوا ايه بعد ما عرفتم ان انا حرمتها من كل الباور ومن كل اللاند ومن كل الويلث؟ رد ذا دوك اوف بيرجندي وقال: خلاص طالما هي مش هتاخد حاجه ومش هتورث حاجه منك، فانا بسحب العرض بتاعي. اما الكينج اوف فرانس، ملك فرنسا، فقال: انا بالشكل دوت حبيت كورديليا اكتر واحترمتها اكتر، وكورديليا هتبقى حياتها افضل معايا، وقرر ان هو ياخدها تعيش معاه في فرنسا ويتزوجها وتصبح ذا كوين اوف فرانس. كل الاحداث ديت كانت بتحصل، وكان واقف ويشهد عليها ذا دوك اوف كنت، ذا دوك اوف كنت، اللي حب ان هو ينصح الملك ويقول له ان قراراتك ديت خاطئة، you have made wrong decisions. لكن الملك غضب عليه وقال له: انت عندك 5 أيام بس فرصة ليك في الدولة، بعدها تغادر البلاد وإلا سأقتلك، عقابا له ان هو بيدافع عن كورديليا، وعقابا له ان هو بينصح الملك بانه يرجع عن قراراته الخاطئة. وقبل ما كورديليا تغادر إلى فرنسا مع زوجها ملك فرنسا، حبت إنها توصي أختها جونريل وأختها ريغان على أبوهم. شوف، رغم إن هو كان قاسي عليها وطردها وسلبها من اللاند والويلث، إلا إنها ما زالت خايفة عليه وقلقانة عليه.
لكن كان رد البنتين اختينها التانيين كان قاسي، وقالوا لها امشي انت روحي لجوزك، شوف انت رايحه فين، احنا نعرف نعتني بابونا كويس، وبعدين طالما انت شاطره كده وفالحه كده، امال انت ليه ما عرفتيش تكسبي رضا ابوكي؟ انت تستحقي اللي انت فيه. كورديليا قالت في نفسها اكيد هيجي اليوم اللي هيعرف فيه بابا مين اللي كان بيحبه بصدق. واتفقت جونريل وريجان عن ان الملك هيعيش شهر في قلعة كل واحدة منهم. هيبدأ بانه يبات او يقيم شهر في قلعة جونريل. الاب لازم يتخلى عن كل سلطاته، حتى الجنود اللي حواليه، كان حواليه 100 جندي لازم ان هو يتخلص منهم، لانهم كانوا شايفين ان ابوهم كبر وخرف. he gets old and mad، اصبح كبير ومجنون، وانه he is a difficult man، وانه راجل صعب، ربما يرجع في كلامه ويحاول ان هو يستعيد ملكه من تاني. برضو على الجانب الاخر كان في قصة مأساوية لذا دوك اوف جلوسر. ذا دوك اوف جلوسر برضو الراجل ده كان فول، كان غبي واحمق زي الكينج لير بالظبط. كان عنده ولدين، ولد اسمه إدغار، ولد اسمه إدموند. إدغار كان أكبر من إدموند بسنة واحدة، ولذلك هو الجدير والمستحق لأنه يورث السلطة من بعد موت الأب. لكن ده ما كانش عاجب الأخ الأصغر بسنة واللي اسمه إدموند. كان شايف إنه مش عشان إن هو أصغر من أخوه بسنة إن هو يجرد من إنه يحصل على السلطة والمال. فقرر إن هو يعمل خطة عشان يوقع بين الأب ذا دوك اوف جلاسر وابنه إدغار، لأنه شايف برضه إن هو ذكي وقوي زي أخوه، فهو مش أقل من أخوه في حاجة. وعشان إدموند ينفذ خطته ادعى إن أخوه الأكبر إدغار كان كاتب له جواب بيقول له فيه إن أنا وإنت لازم نتفق على قتل أبونا ذا دوك اوف جلاسر، ولما نقتله ونتخلص منه نتقاسم السلطة والمال مع بعض. فادعى إدموند إن أخوه بعت له الجواب دوت وراح بلغ أبوه. أول ما الأب سمع الكلام ده غضب وقال لازم ندور عليه في كل مكان، وأمر بتفتيش كل السفن اللي طالعة بره إنجلترا بحثا عن إدغار. ومن الناحية التانية إدموند راح لإدغار وقال له إن أبوك غضبان منك أوي 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 لسبب أنا معرفوش، تقريبا في حد وقع ما بينكم، يا ريت ما تظهرش اليومين دول. وبعدين إدموند راح لأبوه وبيصرخ وبيقول له يا أبي أنا أخويا إدغار ضربني بالسيف في دراعي والدم أهو. طيب كل دوت بالكذب عشان خاطر يوقع بين الأب وابنه. فالأب شكر ابنه الأصغر إدموند عشان هو أب مغفل، وقال له أنت المقرب ليا، أنت ماي فيفورت سان، أنا هديك كل ماي باور، كل سلطتي وكل مالي وكل أرضي. وكمان ذا دوك اوف كورنوول حب ان هو يكافئ إدموند على انه شخص ثقة، فقال له انت لازم تشتغل معايا. اما إدغار المسكين فقعد يمشي في البلاد بس عشان خاطر خايف لا يتمسك من قبل ابوه ويتقتل، حب ان هو يتنكر في زي شحات to disguise، يتنكر as a beggar كشحات، وسمى نفسه بور توم. بور توم، توم المسكين. وطبعا لطخ وشه بالطين ووسخ ايديه وهدومه عشان خاطر يبان عليه ان هو شخص فقير وشحات. ومكث في احد الاكواخ هات. نرجع للملك الكينج لير. كان بيقيم شهره الاول عند بنته جونريل. جونريل اللي وسط الخادم بتاعها او رئيس الخدم كان اسمه اوزولد. وسطه ان هو يهين ابوها ويقلل من شأنه ويخلي الخدم ما يسمعوش كلامه.
ولأن ذا دوك اوف كنت كان بيحب الملك وكان مخلص ليه، حب ان هو يقدم له النصيحة من خوفه عليه وقلقه عليه، فتنكر في زي خادم لحد ما وصل للملك، وقال للملك انا ناصح امين ليك واخدمك، انا هشتغل لك كخدام. فالملك قبل. وفي يوم من الايام اوزولد اللي هو رئيس الخدم لدى جونريل اهان الملك وقال له You are my lady's father، انت ابو الست. فضربه كنت طبعا اخلاصا للملك، لان دي اهانة للملك. ولان جونريل كانت عايزة ان هي تقلص وتقلل وتحد من قوة ابوها وسلطته، بعد ما اصلا ساب لهم كل الباور وكل اللاند، بس هي مش عاجبها ان هو حواليه 100 soldiers 100 جندي. اشتكت لأبوها وقالت له إن your soldiers don't behave well in the castle، يعني جنودك ما بتصرفوش كويس في القلعة، فأنت لازم تقلل العدد. ولأن الملك زعل وغضب إن أنت إزاي عايزة تقصقصي ريشي وتشيلي كل الجنود اللي حواليا دول اللي أنا طلعت بيهم من الصفقة دي كلها، غضب وقال خلاص أنا هروح لأختك ريجان. ولما زوج جونريل حب ينصحها ويقول لها بلاش تعملي كده مع باباكي، قالت له you are a fool، انت غبي. وعلى الجانب الاخر ريجان اخت جونريل لما بلغها ان ابوها جاي لها في السكة قالت انا هرفض ان انا استقبله. فلما وصل الملك وقرب من القلعة لقى ان الخادم بتاعه اللي هو ذا دوك اوف كانت، طبعا الملك ما يعرفش ان ده ذا دوك اوف كانت لان كانت متنكر في زي خادم، لقى الخادم بتاعه اللي هو كانت in the stocks، يعني في القيود والاغلال، ودي اهانة للملك لان ده خادم الملك. مين عمل كده؟ الملك بدأ يغضب ويثور لحد ما قابل بنته ريجان واشتكى لها من اختها جونريل، لكن ريجان كانت في صف اختها جونريل وقالت له انت اللي غلطان، ارجع الى اختي تاني وانت مش محتاج الجنود اللي حواليك دول، انا بيتي برضو مش مستعد لاستقبال هذا الكم من الجنود، وعشان تيجي تبات عندي لازم يكون عدد جنودك 25 مثلا، انت هتعمل ايه بكام؟ ب100 جندي حواليك. كانت جونريل وصلت وحضرت المحادثة، قالت له انت اصلا مش محتاج ل10 ولا 5 جنود، احنا عندنا 50 خادم يقدروا يعتنوا بيك ويقدموا لك اللي انت محتاجه. فخرج الملك غاضب وثائر وحزين يجري في العاصفة في البرد والمطر الشديد، ومفيش اي حاجة تحميه من الجو الشديد ده، هائم على وجهه ما هوش عارف هو رايح فين، ومعاه ذا فول. ذا فول ده شخص زي مهرج كان بيلازم الملك زمان عشان يضحكه وعشان يدخل عليه السرور. لكن ريجان اللي ما عندهاش قلب سابت ابوها يمشي في الجو البرد دهوت وقفلت القلعة وقالت سيبوه يتعلم الدرس. في مشهد اخر كنت اللي هو الخادم اللي هو في الاصل ذا دوك اوف كانت قابل سولجر احد جنود الملك وقال له انا عارف ان ملك فرنسا جايب جيش عشان ينقذ المملكة من البنتين القاسيين دول ويرجع المملكة للملك. طبعا ده كله بطلب من كورديليا بنته الحنونة اللي بتخاف عليه. قال له اذهب إلى ملك فرنسا وإلى جيش فرنسا في مدينة دوفر وبلغهم عن المشاكل اللي دايرة والحاجات اللي حصلت للملك، ولو لقيت كورديليا اللي هي بنت الملك اديها الخاتم دهوت وهي هتعرف مين اللي بعتك وهتعرف ان انت رايح لها من طرف شخص مهم. اما انا فانا عندي دور هقوم بيه، هروح ادور على الملك واشوفه راح فين في الجو الوحش دوت. وفضل يمشي كنت لحد ما لقى الملك هائم على وجهه في وسط العاصفة الشديدة.
لحد ما لقى كوخ هات، فقال للملك يا سيد الملك ادخل هذا الكوخ احتمي به من البرد ومن الطقس الصعب. الملك قاعد يعيط ويقول أنا إزاي ما كنتش حاسس بالفقراء والمتشردين قبل كده؟ الجو قارس جدا، هما كانوا بيتدفوا إزاي؟ كانوا بيعيشوا إزاي؟ كانوا بياكلوا إيه؟ أنا بعاني من الجوع والبرد. وقبل ما الملك يدخل الكوخ دخل ذا فول قبله، فطلع مرعوب لأنه لقى شخص جوه. طلع مين اللي جوه؟ بور توم، يعني توم المسكين اللي هو كان في الأصل اسمه إدجار. وبيقول أنا كمان كان عندي 6 قمصان، كنت بلبس كويس وكنت بركب حصان، ودلوقتي أنا باكل الفئران. وفضل الملك يبكي هو وبور توم، كل واحد بيتحسر على ماضيه وعلى اللي حصل له في حياته، لحد ما جه جلوسر هو كمان أبو إدجار وأبو إدموند. طبعا هو ما يعرفش إن ابنه هو بور توم، فقعد هو كمان يعيط ويقول احنا ولادنا بيعملوا معانا كده ليه؟ ولادنا بيكرهونا ليه؟ احنا قدمنا لهم ايه؟ تعالى يا سيد الملك نرجع حيث الدفء وحيث الطعام. ولأن ذا دوك اوف كانت كان شخصية حنونة وطيبة، طلب من جلاسر ان هو يقنع الملك ان هو ياخد معاه بور توم ويعودوا الى المدينة حيث الدفء وحيث الطعام. وبكده انتهى الترم الاول لمسرحية كينج لير. بالتوفيق.